مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي احسن صحة وافضل حال. عزيزي صديقي شريكي في الوطن الزملكاوي، زيزو راح الاهلي. اتفاجئت، انا عارف انت اتفاجئتش ولا حاجة، انا عارف ان انا بقول اي كلام لان انت عارف انه راح الاهلي. بس انت مش عايز تواجه الواقع. واجه واقعك اللي انت اعتبرته نهاية العالم. ليه محسسني ان الزمالك قفل جاب ضرفه في تاريخ ما زيزو مضى للاهلي، او انه راح الاهلي هيفتح عك. زيزو مش ميسي، يعني مش لما ساب الزمالك ما قفلش. ولو ميسي كان في الزمالك وسابه الزمالك مش هيقفل. ولما راح الاهلي ما عملش حاجه، هو ضاف للقايمه، انما ما ضافش للاهلي حاجه. انت بتعرف نفسك ليه كده يا صاحبي؟ يعني انت كده بتقلل من النادي بتاعك. انت فاهم ان انت بتقدره؟ ما هو حتى لو بتقدره، يعني هل انت متصور ان زيزو لما ما يلعبش مع الاهلي في كاس عالم انديه هتحصل حاجه؟ يعني انت هتستفيد حاجه؟ يعني خليك صريح مع نفسك كده، اقف قدام المرايه وتصور كده ان انا اللي انت نجحت ان زيزو ما راحش مع الاهلي كاس العالم انديه. انت استفدت ايه؟ ولا الهوا هو كده كده رايح الاهلي. هو الاهلي هيلعب في كاس العالم انديه كام؟ يعني 4 ماتشات 5 ماتشات، ده لما ده احنا نخرب الدنيا يعني هناك. بس في النهايه في دوري وفي افريقيا، وهو يلبس الفانيلا الحمراء والكابوس هيجي. يعني انت بتتعامل مع الموقف كاني باخر اليوم الحزين اللي انا هشوف فيه زيزو لابس الفانيلا الحمراء. يا ريس انت كده كده هتشوفه بالفانيلا الحمراء، ده موضوع منتهي. زيزو اصبح لاعب في النادي الاهلي. انت عايز تقتنع بالوضع او مش هتقتنع بالوضع، دي مشكلتك. بس وانت مزعلان حاول ما تبينش قوي مدى القهرة على ان زيزو ساب الزمالك وتحسس ان هو يعني خلاص الزمالك قفل بقى وجاب ضرف وما عدناش هنفتح النادي ده تاني. لا عادي، هو زيه بالظبط. زي ما رمضان صبحي ساب الاهلي وراح بيراميدز، ده على العكس، رمضان صبحي اصعب. زي ما عبد الله السعيد ساب الاهلي وراح مضى للزمالك، بالظبط عادي جدا، بتحصل وهتحصل وحصلت وعادي والدنيا ماشيه. لا الاهلي وقع ولا النادي اللي هو راح له ده إن اللعيبه ديت يعني عملت اخترعت الذره هناك، يعني ضافت لعيب جامد للسكواد. وفي حاجه ممكن ينجح ممكن لا برضه. يعني ممكن زيزو يروح الاهلي ما يعملش اي حاجه، لانه راح هناك طبيعه اللعب في الاهلي مختلفه عن الزمالك خالص. هو لعيب جامد وكان اهم لعيب في الزمالك لسنين طويله، بس انت قدرتش تحافظ عليه وهو اختار انه يروح للاهلي. خلاص اقفل الصفحه، كمل طريقك. تاني حاجه بقى، كنت بتفرج في التلفزيون بالصدفه وشفت بقى من ضمن المندبه الميتم اللي شغال بقاله شهرين ثلاثه وهيقعد شكله كده يعني 20 سنه قدام، واحد جاي مع كابتن خالد غندور يقول لك ما كانش من المبادئ ان النادي الاهلي يتعاقد مع زيزو والزمالك عليه بطولات، عنده بطولات. يا راجل، يقول لك ما كانش من المبادئ ان الاهلي يتعاقد مع زيزو قبل ماتش مهم في دور الثمانيه في بطوله افريقيا. يا جدع تصدق انت اتفاجئتني، ده فعلا مش في المبادئ. ده الكلام ده لما كنا انا وانت علاقتنا جميله لطيفه، يعني احنا بنحب بعض بنرتاح لبعض، فانا هحافظ على مشاعرك عشان انت صاحبي او عشان انت ما فيش بيني وبينك حاجه. انما احنا اصلا علاقتنا زي الهباب، انا ما بحبش اللي احنا نضحك على نفسنا ونضحك على الناس. علاقة الاهلي بالزمالك زي الزفت. الزمالك ما بيسيبش اي فرصة انه يراضي في الاهلي لما بيراضي فيه. في مشكلة بيراميدز والاهلي على بطل الدوري، الزمالك اعلن بكل ما اوتي من القوة، جماهير بشكاوي بمحاكم بقضايا بكل حاجة، انا مع بيراميدز في الخناقة اللي انا ماليش فيها دي. رغم انه طلع منها هو خلاص كده كده ملوش فيها، بس وانا مع بيراميدز عشان انا بقدر الاهلي. هو الزمالك بيموت نفسه عشان خاطر زيزو ما يلعبش مع الاهلي في كاس العالم انديه، رغم ان هو لن يضار شيء. فانا علاقتي بيك زي الزفت اصلا، وانا اللي احنا الاثنين قاعدين على بعض على الواحده، فانا ليه احافظ على مشاعرك؟ يعني مبادئ ايه؟ علاقه المبادئ بالموضوع. انا مفيش بيني وبينك اي خير، كل اللي بيني وبينك زي الزفت. فانا عادي، ما تفرقش انت ما تفرقش معايا. انا يفرق معايا مصلحتي، لعيب فري
في وقت مسموح لي ان انا اتفاوض معاه، وفي وقت مثالي بالنسبه لي اتعاقد معاه اتعاقد معاه. في حاجه انت طلعت قلت شيكات وما شيكات وفاهم ان انت بتخوفني، خلاص بقى يا عم روح السفاره. انا ما يهمنيش مشاعرك في حاجه، ما يهمنيش مستقبلك الوظيفي في حاجه. نجحت بقى في الكونفدراليه، طلعت من الكونفدراليه، اما ما تهمنيش في حاجه. انا يهمني مصلحه ناديه، وده الواقع. هنقعد نكذب على بعض نقول المبادئ بتقول، مبادئ بتقول ايه؟ ايه علاقه انت ما تهمنيش اصلا. انا وانت مش علاقتنا مش حلوه اصلا. انت لو معاك نفس الفرصه مش هتضيعها. فهل ده وضع يقول ان انا هحافظ عليك، يعني احافظ على مشاعرك واحافظ على لعيبتك ومال لعيبتك؟ لو حسين لبيب رئيس النادي بتاعك ده مفيد ليا وانا ممكن امضيه، انا ما عنديش مشكله. الاهلي مش هيسيب للزمالك، مش هيعدي للزمالك الهوا اللي بيتعدى ده. الاهلي مش هيعديه للزمالك. الزمالك لو عنده اي لاعب مفيد للاهلي فري، الاهلي هيمضيه. لان العلاقه ما عادتش كويسه، ولان اللي بقت حرب معلنه، يعني مش كلام كده زي زمان، لا ده بقى علني. ولان اداره الزمالك ما بتسيبش في مناسبه غير ان لما تهاجم اداره الاهلي ولاعيبه الاهلي وجماهير الاهلي وبتاع، واحنا بنشوف. فانا هحافظ ليه على مشاعرك؟ انا مش فاهم انا ليه هحافظ على مشاعرك بقى. ما انت حر يا عم، في انت ما جددتلوش وانا لقيته قدامي انا هاخده. نهايه انا عايز اقول بس عشان اختصر القصه دي، زيزو اصبح لاعب في النادي الاهلي. لعب في النادي الاهلي في كاس عام انديه كان بها، لعب في النادي الاهلي في الدوري او في افريقيا بعد كده كان بها. كده كده هو ما عادش معاك. كده كده اللي انت بتعمله ده ما هو غير مرضي. وانت بترازي بقى ما تنساش ان انت نادي كبير وليك اسم وليك هيبه وليك كيان. ما علينا بقى من وضعك اللي انت ارتضيته تعمله دور انا مش عايز اقول يعني مساعد بيراميدز، ده بلفظ. هتبقى ارتضيت لنفسك هذا الوضع، وكمان تعرف نفسك كده تقلل من نفسك وتخلي نفسك ند للعيب كان لعيب عندك. انت بتقول اللي انت اللي عامله. عايز تستمر في المعركه استمر، بس وانت واقف كده قدام المرايه تاني للمره الاخيره اسال نفسك انا هستفيد ايه. انا دايما بس بستغرب جدا من الناس في الزمالك، ما بيسالوش نفسهم ابدا في اي خناقه احنا هنستفيد ايه من الخناقه دي. احنا بنخش خناقات بس عشان نرازي الاهلي، ويا ريت بترازي الاهلي، ويا ريت بتكسب خناقه. يعني انا نفسي اشوف لك عشان ما شفتلكش. الزمالك بقى بطل العالم في البيانات، خد بطولة الدوري في البيانات، بطولة افريقيا في البيانات، كأس العالم للأندية في البيانات. نتيجة البيانات دي ايه؟ مفيش، زيرو. هل بيكسب خناقات؟ لا. هل هيستفيد حاجة لما زيزو ما يلعبش عليه في كأس العالم للأندية؟ لا. هل هيضر الأهلي في حاجة؟ لا. طب انا داخل الخناقة دي ليه؟ ما اعرفش. انا ملاحظ ان الموضوع ده مش بينتهي، ومش هينتهي ومطول. ربنا يدينا ويديكم طول العمر. وانا بقول لكم ان بنسبه 90% زيزو هيلعب مع الاهلي في كاس العالم للانديه. وال 10% اللي فاضلين دول لو زيزو ما لعبش مع الاهلي في كاس العالم للانديه، عادي جدا هيلعب في الدوري، وهيلعب في افريقيا، وهيلعب بعد كده. هتعمل ايه؟ يعني الكابوس اللي انت بتاجله ده مهما اجلته هيجي. شكرا وليلكوا زي الفل.